انت مين؟ انا بنتك يا بابا. تخيل تصحى من النوم تبص حواليك وما تعرفش مين الناس دول ولا حتى تعرف انت فين. تخيل تنسى اسم ابنك او طريق بيتك او حتى وشك في المراية. ده مش فيلم، ده واقع بيعيشه ناس كتير بسبب الزهايمر. سلمى كان ابوها اقرب الناس ليها، كل يوم يصحيها ويقول لها قومي يا سلمى الدنيا مستنياكي. لكن من كام سنة بدأ ينسى حاجات بسيطة، الموبايل، الجملة اللي كان بيقولها، بيضحكوا ويقولوا كبر وخلاص. لحد ما في يوم بص لها وسأل مامتها هي مين دي؟ ضحكت وقالت انا سلمى يا بابا. بس هو ما ردش، كانت نظرته خايفة زي طفل تايه. من بعدها بقى كل يوم يسألها انت بنت مين؟ فترد بنتك يا بابا. انا عندي بنت؟ كانت تبكي بعيد عنه وهو بيحاول يفتكر بس الذاكرة قافلة الباب. بابا اللي علمني الحروف نسي كل الكلام بس عمره ما نسي يحضني. الزهايمر ممكن ياخد الاسم والصورة بس عمره ما يعرف ياخد الإحساس اللي طالع من القلب، يفضل جوه القلب حتى لو العقل نسي.